السلام عليكم أعزائي عزيزتي متتبعين قناة العربي العلوي، أهلا وسهلا بكم من جديد. إخواني أخواتي، نتمنى هذا الفيديو يصيبكم في أحسن الأحوال، وكنشكر الناس الجداد اللي دخلوا عندي للقناة، كنقول لهم بارك الله فيكم، يا ربي نكون عند حسن ظن الجميع. أما القدام كنقول لهم القناة ديالكم وبلا بكم حنا ما كاينينش، بارك الله في الجميع ويا ربي نكون عند حسن ظن الجميع. إن شاء الله موضوعنا في هذا الفيديو اللي هو عن الوزير الحسن السعدي، اللي خرج بداك التصريح او داك الفيديو هذاك اللي كيقول لك عندهم. وتصوروا اخواني اخواتي واش حنا عايشين في المغرب وعارفين المغرب، يعني جميع المدن وجميع الناس اللي يد العامله. قال لك الانسان كينوض في الصباح، كيدخل ل 8 الصباح، من 8 ل 12 النهار كيصور 400 درهم في التارودانت. عندهم في التارودانت 400 درهم. هذا اقليم تارودانت كاين الخدام كيخدم ب 400 درهم. قال لك بركه وما تغلطوا في الناس تقولوا الخدمه ما كايناش وهذه ما كايناش وزعما الدنيا كلها ماشي مزيانه. واش انت يا الحسن السعدي كتهضر على راسك اللي كتصوروا الفلوس بالدقيقه، الوظيف ديالك كوزير وعندك المسؤوليه حتى انت في الحزب ديال الاحرار؟ شوف هاد الناس ديال الحزب الاحرار يعني كيضربوا، هما كيهضروا كيقولوا بان كنديروا شي تصريحات اللي هي في المستوى، وهي بالنسبه للحزب ديالكم. اسمع انا كنقول لك كمواطن مغربي، يعني وعلى قد الحال كنفهم كأنا مواطن مغربي، تنقول لك الحزب ديالك كتضرب في الحزب ديالك، المصداقيه ديال الحزب ديالك. يعني ملي كتقول 400 درهم، انسان كيخدم من 8 ل 12 ويصور 400 درهم، يعني المصداقيه ديال الحزب ديالك يعني بحال اللي كتكذب علينا، وانت كتنتمي للاحرار. وهذا المشكله. وخرج داك النهار سميتو الامين العام ديالكم ديال الحزب ديالكم بان كيحرض الكساب على المغاربه بهذه الفصيحه، بهذه العباره وبهذه الفصاحه نقولها. يعني كيقول له خصكم تدخلوا للسوق دابا، ما تخليوش شاد التالي وتدخلوا كلكم، راه غيطيح السوق. والمواطن المغربي الا طاح السوق داكشي اللي بغا، دخلوا بكري باش تبيعوا بالعز. يعني هاد السيد هذا يعني غير اسكت. ها حتى انت راك انت هو كيما كهو امين عام، والله الا ضرب في الحزب ديالو. انا براسي سميتو واحد من الافراد ديال داك الحزب يحرض الكساب علينا، داك الحزب ما نحملوش كاع يكون، وما نحملش نصوت عليه. يعني لا فكر هو يقول لك راني اللسان ديالي خرج ضد الحزب ديالي وقريبه الانتخابات. رجعوا للحسن السعدي اللي قال لك المواطن عندهم في تارودان تيصور 40,000 فرنك او 400 درهم. بالله عليك واش ما حشمتيش؟ ما اكثر تارودانت ولا مدينه كازا، ما اكثر الرباط العاصمه ولا تارودانت، ما اكثر مدينه فاس اللي كتحصل الصف الثاني من بعد كازا ولا تارودانت. اجي تشوف عندنا شحال كيصور الخدام العادي. الخدام العادي ما كيفوتش ما بين 120 درهم حتى ل 80 درهم. هذا خدام اللي عنده تابعوا الكرا وتابعوا الولاد كيقراو وتابعوا جميع المصائب الكحله وتابعوا العيد الصغير الكبير والصغير والعالم. راني كنقولها بدون شعور، لحقاش هذا التصريح ديالك راه المغاربه كلهم يعني مكشكشين بهذه العباره هذه. اخويا الا كنت عندكم تارودانت في هذا المصور هذا، والله ما نجلس انا هنا في مدينه فاس، ننزل المسائل ديالي والحوايج ديالي ونمشي اخويا لهاد التارودانت. انا نصور 400 درهم في النهار، 400 درهم في النهار يعني ولا غدا 400 درهم راه كتعطيك واحد 30,000 درهم ولا 40,000 درهم بارده. واش بغيتو تحمقوا نتوما هاد الشعب؟ واش يعني كتستهزأ بالمغاربه؟ وراه المغاربه واعيين. والله ما تمرر عليهم شي حاجه انت ديالك اللي هي غير جيب ليها فمو وقول باش تخرج كتقاس وكتقول بان البناء سميتو المواطن كيخدم غير من 8 الصباح ل 12 نهار كيصور 400 درهم. واش وقيلا كتهضر على راسك انت اللي كتصور، انت اللي من 8 الصباح كتصور واحد 3000 ولا 4000 درهم في الوظيفه ديالك في النهار كوزير. وما مسكين المونوفري راه مسكين ما كيصور والو، كيصور غير حرق الصداع معاكم.
يعني كنقراو امل فيكم وكنقولوا هذا هو الحزب اللي غيكون ديال اللي غيزيد بينا للقدام. ساعه حزب كفس من حزب. 2021 طلع سميتو الامين العام ديالكم كيقول لك بان الفرص ديال الشغل كاين مليون فرصه ديال مليون الشغل وهذا هي. ودابا عباد الله شوفوا اخواني اخواتي، هذه الدوله صرحت بالنسبه ديال البطاله ارتفعت في العهد ديال هاد المسيره ديالكم، هاد الولايه ديالكم قبضتوها من العداله والتنميه في رقم وحطيت، ودابا تزادت النسبه ديال البطاله. والدوله كتقول لك كاين نسبه البطاله طالعه، وانت كتقول لنا كاين بنادم كيصور 400 درهم. واش دابا يعني هاد التصريحات هادي، واش دابا انت شنو بغيتي تدوخ؟ والله لا دوختينا. وهنا المغاربه غنعرفوا بان غيحاسبوا الانسان الحزب اللي كان هو واقف جنب المغاربه وفي الحزه، او الحزب اللي هو كان كيشوف غير مصلحته. شحال هذا الحزب هذا الولايه هذه داز سمعنا فيها المصائب الكحله، ها الفراقشيه، ها سميتو هذه ها هو دوز 15000 ديك النيرات. السيد البرنامج كيقول لك بان كاين معاكم واحد تما في البرنامج، رئيس الحكومه دوز له 15000 راس ديال الغلام. كيقول لك كاين هنا كان عليه ديك الساعات السي عبد الله، هذا السي عبد الله من العداله والتنميه، كان عليه يقول لك ها هو هذاك فين راه 15000 دوزها له. وانتم سميتو البيزنس عطيني نعطيك وكتخدم كتدوخ علينا. حنا ما عارفينش كيدور في الاحزاب، يعني ما متبعينش حنا سميتو المسيره ديال اي حزب، لا الاستقلال ولا العداله والتنميه ولا زيد وزيد وزيد وزيد. واللي ختمها هو هذا الحزب الثلاثي. خليتوها متورخه، والله الا خليتوها متورخه، خليتوها سوداء بهذه العباره هذه. يعني ما كاينش المواطن المغربي اللي راضي على هذه الولايه هذه اللي دوزتو نتوما. والله ما كاينش كاع. وانتم غتشوفوا الرد ديال المواطن المغربي في الانتخابات، في الاقتراعات غيردوا عليكم ويردوا عليك انت بالاخص اللي كتقول بان كاين الخدمه، وما تقولوش ما كاينش الخدمه هنا في المغرب، بان كتقول كاين الراجل كيصور 400 درهم من 8 الصباح ل 12 النهار. والله ما كاين، نحلف لك عليها بالله. الا صورتي انت في دماغك باغي تصور علينا به بان 400 درهم كيصورها، راه ما كاين حتى شي حاجه، ما كسر مدينه فاس ولا تارودانت. اجي تدخل عندي لمدينه فاس وتشوف عباد الله في الموقف غير جالسين النهار كلهم غير واقفين، ما صورش حتى 10 دراهم. ومن هنا كيخرج من الموقف كيصور 100 درهم ولا 120 درهم، والنهار اللي داز راه بيطالي ملي كتضرب له التوتال كتلقى 70 درهم 60 درهم كاع خادم اللي هو مصور. لحقاش ملي كطيف نهار جلس فيه ونهار خدم فيه كتبقى له 60 درهم 70 درهم. حنا ما عايشين في المغرب. الا كان 400 درهم خص الناس تدخل من اوروبا عندها لا تارودانت يمشيو يخدموا ويصوروا الفلوس ويمشيو الاوروبيين لبلادهم جامعين الفلوس. والشي هذا الشيء هذا انا غندوز لكم سميتو غتسمعوا الرد ديال الاستاذ عبد الرحيم بوعيده على هذا الوزير. ياك حتى هذا برنامجي واستاذ جامعي ويعني يعني وفاهم شنو هي السياسه، هو غيرد عليك وغتسمع حتى انت منه بان راه غير هادشي ما كاين حتى شي حاجه منه. وما حنا المغاربه والله ما كيتيقوا بشي واحد من الاحزاب من الاول حتى الثاني، والله ما كيتيقوا بشي واحد. والله ما نكرهو يكون شي حزب من الشعب ونصوتوا عليه ويطلع ثاني ونشوفوا شنو كاين. وما هاد الاحزاب مرينا على جميع الاحزاب اللي كاينه في المغرب، بدا من الاول حتى التالي كلشي اللي دار شويه كيدير بزاف. ولكن حزب الثلاثي هذا اللي دابا في هذه الولايه يعني حطم الرقم القياسي في البطاله، دمرتوا الشعب، فقرتوا الجيعان، فقرتوا الفقير. الهجاله حيدتوا لها فلوس اللي كانت تتقبض في هذه العداله والتنميه. المؤشر كيطلع ب 5 دراهم ماك انسان 500 درهم بنادم مزلوطه عباد الله ما عندوش تيدير 5 دراهم باش يتواصل مع عائلته. لا غدا كتقول له 500 طلع لك المؤشر ب 5 دراهم، والسيد من العائله ديالي من العائله طلع له المؤشر جامعين له التوتال قال له 250 درهم راك درتي في هذا الشهر هذه راه بالخمسه دراهمات راك تطلع لك المؤشر. ودخلها لدماغك يا عباد الله. ما عنده كونت في البنكه، ما عنده املاك، ما عنده حتى شي حاجه على رقم ديال التليفون باش
يشوف اللي مات ويشوف اللي جا ويشوف اللي تجرح في عائلته، وفي التالي طلع له المؤشر. الله من هذا منكر، ما يبغيهاش الله سبحانه الا هو. ما تهضرش على التليفون وانتم اللي عندكم جميع المسائل موفره. التليفون كتهضروا به فيها فلوس، الضو بلا فلوس، الدار بلا فلوس، الكوزينه كتخلصوا عليها، المعالق كتخلصوا عليهم، اجرتكم كتبقى غير هكاك. وزيد على المشاريع اللي على برا، اللي عنده لوطيدات، اللي عنده البازارات، اللي عنده السخط المسخط. يا اللهم لك الحمد يا ربي، يا ربي لك الحمد. هو هذا الاستاذ عبد الوهاب الدكالي، هو ما بدا معاه لا كلمه لا فلوس لا والو، هو غير البارح مات. حنا كنشوفوا في سميتو في الفيديو القبر ديالو كيتحفر، راه والو. والله ما سدي معاك شي حاجه، والله ما سدي معاك غير المسائل اللي حصتي في الدنيا، خير او شر. حصتي الخير تديه، حصتي الشر غتديه وغيبقى معاك منوسك حتى غدا يوم لقاء الله. حصتي الخير غيبقى منوسك ومنور عليك القبر ديالك حتى غدا اللي نلاقيو الله كاملين. راه ما كاين حتى شي حاجه، والله ما سدي غير اللي قسم لك الله، وراك لا درتي الشر راك غديرو غير لراسك. ولهذا كنطلب الله سبحانه الا هو ان المغاربه يمشيو لوقت الانتخابات، لوقت الاقتراع، نمشيو للصناديق الاقتراع ونحاسبوا. انا كنقولها ديما، ونحاسبوا وما نديروش العزوف على الانتخابات. نمشيو وننتخبوا ونحاسبوا الناس اللي خدموا معانا، احنا معاهم في الصف، واللي خدموا ضدنا احنا نقولوا لهم سد مانع، يعني ما يدوش. والله لا داز، وراهم باينين، وباينه الخدمه ديالكم هاد الخمس سنين، وباينه الخدمه اللي فاتوا الناس الاخرين اللي فاتوا الخمس سنينات ديالهم، وباينين ما قبل. ولكن حنا غنشوفوا اللي اقل ضرر. نتوما الشعب المغربي والله الا ضر بالزيادات وبالمواد الغذائيه كلها مرتفعه، عيب. سمعوا اخواني اخواتي عبد الرحيم بوعيده كيرد على هذا الوزير. تصنتوا اخواني اخواتي. واحد التصريح ديال واحد الوزير من هذه الحكومه هذه اللي كيقول لنا عامل بسيط من 8 ديال الصباح حتى 12 ديال النهار كيشد 8000 ريال. بغينا السيد الوزير يورينا هذه البلاصه، بغاو المغاربه كاع يمشوا لها كاملين منه وجبل. يمكن الجرايس اسبانيا ما فيهاش هذا الشيء، فوريه لنا خويا. حنا كاع المغاربه كاملين بغاو يمشوا. اللي كتقول انت هذا الكلام هذا فعلا راه كتضحك علينا وكتهكم على المغاربه. غادي يصور من 8 حتى 12 ديال النهار 400 درهم. هذه كنظن على انها تعتبر نكته نختم بها هذا الموسم السياسي. خاتمه بهذا التصريح هذا راه كتحيني على مجموعه من الامور ولا التصور ديال المستقبل مع هذا النوع من الوزراء اللي كيسموا روسهم حكومه الكفاءات. انتم سمعتوا اخواني اخوتي الاستاذ عبد الرحيم بوعيده، يعني كيتحدث يعني بواحد هذاك السيد سبحان الله العظيم، انسان اللي صافي راه صافي، لا مع الله ولا مع العبد. يعني كيتحدث يعني بواقعيه. نيش هذاك الشيء اللي قال هو هذاك. وغنقدم لكم عاوتاني فيديو اخر من افراد اولاد الشعب، من الناس ديال ولاد الشعب، غتسمعوا كي كيتحدث. يعني راه كاين بنادم مثقف يا عباد الله. شوفوا هذا الانسان كي كيتحدث على هذا التصريح اللي قال هذا الحسن السعدي. يعني كيتحدث بمراره، كيتحدث انا وكيتحدث الاخر، وكيتحدث الناس في الديور ديالهم، الناس بالزنقه كيهضروا على التصريح هذا ديال 400 درهم. عيب. حتى هو غنقدم لكم هذا الولد هذا راه من الشعب، وغتسمعوا حتى هو كي كيتحدث بواحد الفصاحه وبواحد بواحد الرزانه بواحد الهدوء. يعني كيحلل. يعني راه بنادم غير مشومي جالس، عنده الاجازه، عنده الماستر، عنده الدكتوراه، وجالسين عباد الله وعندهم الاجازات وجالسين. يعني ملي كتناقش معاه كتلقاه دماغ، وكتلقى بنادم امي هكا في البرنامج. والله الا امي جالس في البرنامج ما كيعرفش حتى جمله صحيحه يقولها، وجالس تيشد 3 الملايين وما عندوش، ما عمرو كاع قرا، وجالس تيتبع لك علينا. وقال لك الاحزاب كيعطيهم التزكيه، كيطلع رئيس جامعه ونائب برنامج. كي درتي لها انت؟ كي درتي لها؟ ملي سمحوا لي اخواني اخوتي، ملي كنتفكر هذا وكنسمع شي ناس في البرنامج اميين جالسين تمايا، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعندي بالاسماء هاد الناس هادوك معروفين، اقسم بالله ما عمرو قرا، وراه عاد بداو كينقصوا شويه. وما كانش شحال هادي الجهل كان خارج من داك القبه ديال البرنامج من بعد الوحدين. كاينين الناس اللي هما قارين، باش ما كنعممش، انا هضرتي ما عمري كنعمم فيها. كاينين الناس الاكفاء في البرنامج وقارين وعلى بال، يعني والناس سياسيين. وكاينين الناس معمرين داك الشيء اللي تياخذوا اموال الشعب بالباطل، لا في البرنامج ولا في الوظيفه ديالهم كيسير جماعه على قدا
واش انت ما مسيرش راسك وغتسير انت الجماعه مدينه على قدها؟ شكوى الله تعالى. اخواني اخواتي ما نخوضوش في هذا الشيء، لحقاش ملي كنمشي انا في هذا الشيء راني تنمرض ملي كنسالي. اخواني اخواتي نطلبوا الله سبحانه الا هو يدير لبلادنا تاويل الخير، ونطلبوا الله سبحانه هو الكراسي يا ربي سبحانه الا هو يكونوا في النصيب ديال اللي يستاهلوها في هذه الانتخابات هذو. كنطلب الله سبحانه الا هو اي كرسي نطلب الله سبحانه الا هو اللي غيقعد عليه يكون من بنادم اللي غيستاهلو، ويكون في الصالح ديال هذا الشعب الطيب، هذا الشعب الزاكي، هذا الشعب اللي كيخاف على مليكه وكيخاف على بلادو، ووطني بامتياز. دابا انا كنقول هكا، يعني ملي كنقول وطني بامتياز قسم بالله الا داتي كتشوك عليا، لحقاش الوطنيه حنا راضعينها في اماتنا وكاسبينها على بواتنا، لحقاش حنا ابناء الشهداء. لما كنتيش انت على بالك، هذا العبد اللي كيهضر معاك راه من ابناء الشهداء اللي كانوا اللي ساهموا في التحرير ديال البلاد. ودابا كتلقى سميتو ولد شاهد كيتكرفس، وتجي انت كتقول له 8000 ريال، تيصور 8000 ريال. فين كيصورها؟ حلمتيها؟ ولا انت كتصور الزبابل ديال الملايين في النار تيسحابك راه الناس كلها بخير؟ اخواني اخواتي، دامت لكم السعاده والفرح، ونكتفي بهذا القدر هذا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي على رفعت الصوت ديالي، تحياتي للجميع. هذا هو الحماق، هذا هو الخيال العلمي، هادو هما احلام اليقظه. تصنتوا كل شي واحد يجي يقول لك لا كاين ازمه، كاين اللي ما بغاش يخدم، هذاك الله يسخر، ولكن اللي بغى يشتغل راه عندنا الخدام في تارودان راه كيصور 400 درهم في 12 نهار ويمشي يروح لدارو. دابا خلي تارودانت و400 درهم ديال تارودانت خليها، والخروج مع 12 ديال نهار خليه، ويمتى كيدخلوا خليه. خلاص تارودانت الا كان هذا الشيء صحيح، وكنتمنى انهم ياكدوا لي هذا الشيء ولا ينفيوه، باش الا كان صحيح نجمعوا الباكتاج ديالنا، السكن ديالنا، حوايجنا، نمشيو نخدموا في تارودانت. ولكن الكارثه الكبرى هو ان الحسن السعدي قال لك لا يحق لاحد انه يهضر على البطاله في هذه الظرفيه الحاليه في المغرب، لانه كاينه الشتاء والخدمه كاينه والناس ما لقاوش اللي يخدم عندهم. المشكل راه كاين مؤسسات ديال البلاد ديال المغرب ديال الدوله ديالنا كتعطينا معدلات ديال ارتفاع البطاله وتفشي البطاله.